تعالوا النهارده نعمل رز العزومات الاصفر بطريقه سهله. عندي حله على النار فيها زيت واحط لها معلقه سمنه. هنزل ببصلايه مقطعه صغير، والمقدار ده الكيلو رز. البصلايه اول ما بتاخد لون بسيط خالص بنزل بالبهارات. عندي معلقه كبسه، معلقه كركم، ملح، فلفل، ورشه حبهان بودر، ولومي، وقرفه، وقرنفل، وورق لورا. بقلبهم اول ما بتطلع ريحتهم بس مش اكتر. بنزل بطماطمايه مقطعه وقرن فلفل اخضر مقطع. بقلبهم حوالي دقيقة كده. وبنزل كمان عندي بسلة وجزر مقطع، هو ده مفرز عادي مش اشكال. وبقلبهم مع بعض كده هيبقوا بالشكل ده. هنزل بقى بالمية المغلية. واذا عندك شوربة ممكن تعملي كله بشوربة او تمزجي بين الشوربة والمية. انا زودت بشوربة عادي بيبقى لذيذ جدا. هنا هنزل بكبشتين شوربة. الشوربة بتظبط طعمه خالص. اول ما بيغلي حوالي اديله دقيقة كده يغلي فيها، بنزل بالرز المغسول ومتصفي، ده رز مصري بنزل بيه. وتقدري تعمليه برز بسمتي، بس بتزودي معيار المية مرتين. الرز المصري معيار المية قد الرز بالظبط. وبظبط المية وبظبط الملح. هنا زودت بشوربة عشان اظبط المية بتاعته، وبظبط الملح بتاعه بقى بغطيه واسيبه يتشرب. واول ما بيتشرب بحطه تحت الشياطة، وبعد كده بسيبه ربع ساعة وارجع اقلبه. وبعدين بسيبه ربع ساعة كمان وبقدمه بالشكل ده. بيبقى تحفة جنب مشويات او جنب اي حاجة في العزومات، بيبقى جميل وبيبقى لذيذ. جربوا الطريقة دي وما تنسوش بقى اللايك والاكسبلور والتعليق الحلو.